في مشهد لم يكن في الحسبان، عبد الرزاق حمد الله، الهداف المغربي الذي فسخ عقده من النصر عام 2022، يعود اليوم إلى الساحة العالمية، ولكن هذه المرة بقميص الهلال. نعم، الهلال الذي توج بالبطولة الآسيوية في العام ذاته على حساب سامسونج الكوري، وتخطى النصر في نصف النهائي، هو ذاته من يفتح ذراعيه لحمد الله ليخوض معه غمار كأس العالم للأندية. صفقة إعارة مفاجئة أعلن عنها مساء الأمس وضعت حمد الله في قلب الحدث، مهاجماً رسمياً للزعيم في مشواره نحو المجد العالمي، حيث يستعد لملاقاة فلومينينسي البرازيلي في ربع النهائي. وهنا يتوقف المراقبون أمام مفارقة لافتة: هل كانت الأقدار تمهد لعبد الرزاق حمد الله هذه الفرصة الذهبية؟ أم أن النصر تسرع وضحى بأحد أبرز هدافيه في لحظة مفصلية؟ الزمن وحده كفيل بالإجابة، لكن المؤكد أن حمد الله عاد، وعاد من أوسع الأبواب.